يا صباح الفل عليكم. اكلتي المفضله طبق الجبنه القديمه بالطحينه، حاجه كده اخر مزاج واخر جمال. هنعمل مش طبق مشي كده وخلاص، لا هندلعه بحبه حركات وتكات كده يخليه في منتهى الجمال. اول حاجه نصلي على النبي. معايا طماطم وخيار وفلفل، هنقطعهم كلهم قطع صغيره. طبعا الخضار على قد الكميه اللي انت هتعمليها، يعني انا عامله ايه، قطعه كده من الجبنه القديمه عليها كام معلقه مش، حط عليهم الحبه اللي انتوا شفتهم دول. لو انت هتزودي في المش او الجبنه القديمه زودي في الخضار براحتك خالص. ويا سلام بقى لو احنا زودنا على حبه الحاجات ديت بصلايه وتتقطع كمان قطع صغيره وتضاف على طبق المش، بتديها طعم في منتهى الجمال. بس انا المره دي مش هعمل كده، بس اوقات كتير بحط بصلايه مع طبق المش. خلاص انا قطعت الخضروات كلها قطع صغيره زي ما انتوا شفتوا كده. معايا طبق، هنزل بقطعه من الجبنه القديمه وخمس معالق من المش. طبعا الكميه قلتلك براحتك يعني، بس حاولوا ما تزودوش الجبنه القديمه أوي عشان ما يطلعش الطبق حادق. اول حاجه هنهرسها كويس. على فكره الخطوات مهمه جدا، ان انت تطلعي طبق جبنه قديمه كده يكون لذيذ وفي منتهى الجمال، مش حبه مشي وعليهم حبه طحينه وخلاص. اول حاجه انا هرست الجبنه، وبعد كده نزلت عليها بالزيت، دوبتها كويس، وحبه طحينه كده حلوين محترمين، وهلفها مع الجبنه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هقلبها كويس، واول لما الاقي المش تقل معايا هبتدي انزل بايه، بالخضار عليه. تمام كده يا حلوين، هنديهم تقليبه حلوه محترمه، نخلي الطماطم والفلفل والحاجه كلها تشرب من طعم الجبنه القديمه. كمان هعمل تركايه حلوه قوي لطبق الجبنه، ربع كوبايه من الحليب واقلبها معاه كويس قوي. ويا سلام لو متوفر عندك زبادي تحطي نص كوبايه، طبعا لا زبادي الحليب يعني حاجه من الاتنين، بيقلل من الحرقان بتاع الجبنه القديمه، وكلي منه بقى مش هتشبعي من حلاوته وجماله. خلاص كده انا خلصت الطبق، حطيت رشه خفيفه من الزيت، وخلاص احلى طبق جبنه في الدنيا خلص. حضري 15 رغيف عيش كده واقعدي افطري بقى بمزاج مع كوبايه شاي.